اطلعي بره، بقولك اطلعي بره، بدل ما تهور واعملك عاهة مستديمة. وخدي ابنك ده معاكي. هو البيه فين؟ اندهيله. ادخلي قوليله زينب بره. ولا ليه تدخلي تقوليله؟ انا بنفسي اللي هدخل اصحيه واقول له واخليه يطردك طردة الكلاب. خلصت كلامي وشفته وهو خارج من الأوضة وبيلبس في هدومه. منظره خلى قلبي وجعني أكتر ما هو وجعني. إزاي قدر يعملها؟ إزاي بعد كل اللي بينا قدر يستبدلني بواحدة تانية؟ ووقف قدامي وقال لي اللي قضى على آخر ذرة عقل وثبات فيا: زينب، اسمعيني كويس، احنا سبق واتكلمنا وفهمتك كل حاجة، ومش هستهون بالموقف اللي انت فيه لأن الموقف صعب بجد وأنا عارف. أنا اتجوزت واحدة تانية غيرك، بس انت عارفة أنا عملت ده ليه؟ كله بسببك، وأنا ياما نبهتك يا زينب وقلتلك اتغيري، وانت اتجاهلتي كلامي كله وكنت بتعملي اللي في دماغك وبس. وادي النتيجة. دلوقتي بقى يا ترضي بالوضع الجديد وتقبلي بدرة، ولعلمك وعشان أكون صريح معاكي هيكون لها نصيب الأسد فيا، وانت ترضي باللي هديهولك وبس، يا إما تتطلقي وتشوفي حالك وربنا يرزقك بالأحسن مني، بشخص يكون مبسوط بطريقة حبك دي ويرتاح معاكي فيها. فضلت بصاله وأنا مش مصدقة اللي وداني سمعته ولا مصدقة اللي عينيا شايفاه. كان واقف بيبصلي بإصرار وتحدي وتصميم، وكأن حقيقته معايا كابوس وأخيرا بدأ يفوق منه. رجعت لورا وأنا بسأل نفسي: يا ترى إيه اللي عملته استاهل عليك كل ده؟ كل اللي ماجد عمله فيا ده ليه وعشان إيه؟ لا، وبيخيرني بين حاجتين أصعب من بعض، بين النهارده إنه ينام جنب واحدة غيري ويقرب لها ويبص لها بنفس الطريقة اللي كان بيبصلي بيها ويسمعها نفس الكلام اللي كان بيسمعوني، لا وكمان يسمعها كلام جديد طالع من قلبه بجد يمكن عمره ما قالهولي، ويجيني وهو شبعان حب معاها، والوقت اللي يقضيه معايا يكون تقضية وقت مش أكتر، من غير حتى أي مشاعر أو إن أتطلق منه وأروح أشوف غيره. فاكر إني زيه هستحمل حد غيره يبصلي ويقرب لي ويلمسني؟ فاكر إن ممكن أدي مشاعري لحد تاني بمنتهى السهولة زي ما هو عمل، وناسي إن قلبي المسؤول عن مشاعري كلها ملكه هو وبس؟ جريت على بيتي وعلى ابني وحضنته وانا خايفة اغمض عيني وافتحها الاقيه هو كمان ضاع مني زي ابوه بالظبط، واخدته مني الحرامية دي وهم دنيتي كلها والحاجة الوحيدة اللي عايشة عشانها. فضلت اراجع نفسي وراجع كل تصرفاتي واللي كان بيحصل بيني وبين ماجد من البداية، وافتكرت جوازنا واللي هحكيهولكم دلوقتي وانتوا تحكموا انا غلطت في ايه، او خليني احكي لكم من بداية خطوبتنا واجيب الحكاية من البداية. اتعرفت عليه في الجامعة وكان شاطر جدا ومتفوق، كان لطيف ودايما مبتسم ووشه بشوش. بصراحة اتشدت ليه، فكنت بتحجج اني مش فاهمة نقطة في مادة معينة وكنت اروح له وهو يشرحها لي، وكان بيشرح لي بالتفصيل ويفهمني زي ما بيعمل مع كل الناس، وابتدى يكون ما بينا كلام وكل واحد عرف كل حاجة عن التاني. كان وحيد وملوش اخوات وحالتهم متيسرة. حبيته وهو كمان حبني وعرفني على مامته وبقينا صحاب انا وهي، وبعد سنة جابها وجاب باباه وجم عشان يتقدموا لي واتخطبنا. ومن ساعة خطوبتنا وشفت أمه واهتمامها بيه قلت أنا من النهاردة لازم أكون زي أمه، أنا هحبه قد ما هي بتحبه أكتر، وهحاول أعمل له كل اللي هي بتعمله له. هيكون ابني البكري وأدلعه زي ما هي بتدلعه وزيادة. وده ما كانش أبدا غيرة منها أو محاولة مني إن أخد مكانها، بالعكس ده كان من حبي فيه. أصلك لما تحب حد بتحاول بكل جهدك إنك تسعده وتفرحه، وفعلا بقيت بمناسبة ومن غير مناسبة أهديه بالحاجة اللي أعرف إنه بيحبها أو محتاجها، أسأل عليه واهتم بصحته وأكله وشربه. غرقته اهتمام واهتمامي زاد أضعاف بعد جوازنا،
في البداية كان الأمر عادي، مع إني كنت بشوف اهتمامي مش فارق معاه، لكن كنت مكملة وبقول ده ابن قلبي، والابن أمه مش هتبطل خوف عليه واهتمام بيه حتى لو كان كبر ومش محتاج. اديته اهتمام ملوش حدود، وكنت بعمل الحاجة اللي عليا واللي المفروض عليه. كنت دايما بحاول أخلي بيتنا جنة يدخله يرتاح فيه من كل التعب، ويلاقي طلباته كلها مجابة حتى من قبل ما يطلبها. لكن الغريبة إنه ابتدى من فترة يشتكي من الوضع ويقولي: يا زينب، الحياة مش لازم تكون مثالية بالشكل ده، مش لازم تحملي نفسك فوق طاقتها عشان تسعديني، خليلي حاجة أعملها عشان أحس إني شريك في الحياة دي. وكان ردي عليه إني بعمل الحاجة دي بحب، فبالتالي على قلبي زي العسل، وإني مش تعبانة، بالعكس أنا مبسوطة. لغاية ما لقيته بيتغير معايا وبيغيب بره كتير، وخروجاته كترت، همسه في التليفون وابتسامته اللي ما بقتش مفرقة وشه. حسيته بيبعد عني واحدة واحدة، بقى دايما مبسوط وسعيد، لغاية ما في مرة قررت إن اكتشف إيه السر اللي جوزي مخبيه، واللي استبعدته إنه يكون بسبب ست تانية دخلت حياته. أصل بعد الاهتمام ده كله هيحتاج لست تانية ليه؟ وهتديله إيه أكتر من اللي أنا بديهوله؟ لكن الطامة الكبرى لما اللي كنت مستبعداه هو اللي لقيته، ولما فتشت في تليفونه واكتشفت إن في واحدة في حياته فعلا، وبينهم قصة حب وكلام مش بيسمعوني أنا، والمصيبة إنها مطلقة ومعاها ولد، والولد ده تقريبا هو المسؤول عنه من مصاريفه وكل حاجة. حسيت بركان انفجر في قلبي من الغيظ، وما استنيتش للصبح لما يصحى وأواجهه. رحت عليه وصحيته وواجهته باللي شفته، ورد فعله صدمني لما قعد على السرير بمنتهى الهدوء ورد عليا وقال لي: أيوة يا زينب، أنا على علاقة بزميلتي في الشغل وبحبها، ومتفقين على الجواز، وكده كده كنت هعرفك، بس كنت مستني لما نقرب نتجوز عشان أنا مش هستحمل نكد من دلوقتي. انهارت وحسيت رجلي مش شايلاني. قعدت قدامه على الكرسي وبهدوء زي هدوءه رديت عليه وانا بحاول اكتم اللي حاسه بيه: طيب وانا؟ طيب هسألك سؤال واحد، انا قصرت معاك في ايه عشان تروح تدور عليه عند حد غيري؟ هتديك ايه انا ما اديتهولكش؟ وهنا كل الهدوء والثبات اللي كان قاعد وبيتكلم بيه اتحول لغضب، ووقف قدامي بعصبية وقال لي: هنا كل المشكلة يا زينب، هنا العقدة ومربط الفرس. عارفة أنا لقيت عندها إيه مش عندك؟ لقيت عندها نفسي، كياني، لقيت عندها احتياجها ليا، لقيت ضعفها اللي حسسني بقوتي، لقيت أنوثتها اللي حسستني برجولتي. أنا لقيت نفسي معاها اللي بقالي سنين بدور عليها معاكي ومش لاقيها. مين اللي فهمك إنك لما تاخدي دوري في حياتك أنا هكون مبسوط ومرتاح؟ مين اللي قالك إن من الرجالة اللي بتحب ترتاح على قفا ستاتها ومتعتها الكبيرة لما تشوف الست شقيانة عشان هو يرتاح؟ دول أشباه رجال وأنا مش منهم يا زينب، وحاولت أفهمك ده بكل الطرق، بس للأسف انت مفهمتيش. قلتلك مليون مرة أنا مش عايزك تكوني نسخة من أمي، لأن شخصية أمي وتعاملها معايا هم سبب عقدتي ومعاناتي من صغري. طول عمرها بتبصلي على إني لسه الطفل الصغير اللي ما يقدرش يعتمد على نفسه، ومحتاج لها تمسك إيده طول الوقت وتعديه الشارع وتوصله لأي مكان عايز يروحه. قلتلك مش عايزك أم تانية ليا، أنا عايزك شريكة وزوجة، بس انت كنت فرحانة بلعبة الأمومة اللي بتمرسيها عليا، وأنا من الأساس كارهها. دمرتي حياتنا يا زينب، كرهتيني فيها وانت مش واخدة بالك حتى. كنت بسمعه وانا ساكتة وحاسة ان حد ضربني على نافوخي بحاجة خلاني ما بقتش قادرة استوعب اللي بسمعه، لكن وقفت عند جملة واحدة بس من بين كل اللي قاله، إن أنوثتها حسسته برجولته. بلعت ريقي وسألته بحزن: هو أنت طول الوقت ما كنتش شايف فيا أنوثة عشان تحس قصادها برجولتك يا ماجد؟ رد عليا وهو بيقعد مرة تانية وبيرجع لهدوءه وقال لي: للأسف ما فهمتنيش زي عادتك، أنا قصدي إن الأنوثة مش بالجمال يا زينب،
الأنوثة إنك تحسسي اللي قدامك إن طاقتك محدودة وقدرتك محدودة، ومحتاجاه دايما هو اللي يكمل بيك الطريق وانتي من غيره تتوهي. عارفة رغدة اتطلقت من جوزها ليه يا زينب؟ عشان ما كانش بيهتم بيها، وكان رامي كل المسؤولية والحمل عليها، حتى ابنه كان سايبها تهتم بيه لوحدها، وده هي ما استحملتوش واتطلقت منه. ما استحملتش الحمل اللي انت شايلاه بكامل ارادتك. هي شافت انها قلة رجولة منه، وانها محتاجة راجل يشيل عنها. الموضوع ابتدى ما بينا بفضفضة، وبعدها تحول لارتياح. حسينا ان كل واحد لقى اللي محتاجه عند التاني. هي لقت فيا الراجل اللي بتتمناه، وانا لقيت عندها المساحة اللي هتسمح لي امارس دوري الطبيعي وقوامتي ورجولتي. ما تزعليش مني لو قلتلك ان طول الوقت مخنوق وانا هنا، والبيت في نظري بالظبط زي الزنزانة ما بصدق اخرج منه. واحد قاعد طول الوقت كل طلباته مجابة، وملوش رأي في اي حاجة، ولا حاسس انه ليه دور في حياة مراته وابنه. وكان اسعد لحظاتي لما رغدة تتصل بيا مستنجدة وتقولي الحقني الولد تعبان وسخن ومش عارفة اعمل ايه. كنت بجري عليها واخده في حضني وانزل بيه للدكتور، ومرجعش غير والولد كويس، واشوف ضحكتها رجعت والدموع اللي في عيونها اختفت، وتبصلي كأني بطلها اللي من غيره دنيتها تنهار. ربنا خلق الراجل راجل والست ست يا زينب، وخصص لكل واحد دوره. لو حد أخد دور التاني المنظومة الكونية تتلخبط وتمشي عكس ما ربنا منظمها. حبتيني مش هنكر، واديتيني كل حاجة. كنت عاملة زي اللي بيملي في زير والزير اتملى، وانتي شايفة ده، وبرضه عمالة تزودي في المية. لما غرقتي الدنيا وعملتي حوالين الزير بركة وحل، عملتي زي الدبة اللي قتلت صاحبها من كتر الحب يا زينب. بس انتي هنا خنقتيني مش قتلتيني. خلص كلامه وسكت، وانا كمان ما اتكلمتش بعدها. فضلت ساكتة وراجع في حساباتي، وإن إزاي بمنتهى الحب خربت بيتي. اديت واديت، ونسيت إن الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده فعلا. وادي ماجد اتجوز، وما كانش كلامه مجرد تهديد. وبعد ما شفت واتأكدت بنفسي رجعت لبيتنا من غيره، رجعت للجنة اللي عملتها له لوحدي. رجعت محتارة، يا ترى هكمل معاه بالوضع ده ولا هكمل من غيره؟ يا ترى هقدر أعيش حياة هو مش فيها بعد ما كان محور حياتي كلها؟ أنا صحيح قوية، وطول سنين جوازي منه معتمدة على نفسي، بس ده كله كان عشانه. كنت متقوية بيه وليه، ودلوقتي ساب ايدي اللي مدتها له بالراحة والحب، ومسك ايد رغدة اللي مدياها له باحتياج، وسابني بسأل نفسي في كل ثانية يا ترى أنا كنت صح وماجد اللي اتبطر على حبي، ولا كنت غلط وفعلا خنقته وأنا مش حاسة، وكنت لفة حوالين رقبته حبل محبة مصدق إن خلص منه. ويا ترى أبعد وأحاول أبتدي حياة جديدة مع غيره، يمكن يعرف قيمتي وقيمة اللي كنت بعمله عشانه ويرجعلي. ويا ترى هيرجعلي ولا ضاع مني خلاص وهفضل مستنية سراب لأجل غير مسمى؟ يا ريت تقولولي رأيكم وتساعدوني وتحطوا نفسكم مكاني. أنا تايهة ومحتاجة رأيكم بجد، وخصوصا الرجالة. أنا فعلا كنت غلط ولا لأ؟ كلنا بندور على حاجة واحدة بس، إننا نبقى سعداء. وبعد تفكير وتحليل طويل، قناة حكايات وبنعيش جواها ووصلت للروجيتا السحرية، إننا طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا يقين وأمل إن أحلى حب في حياتنا لسه ما عشناهوش، أحلى طعم لسه ما دقناهوش، أحلى مكان لسه ما رحناهوش، أحلى كلام لسه ما قلناهوش، وأحلى يوم لسه ما عشناهوش. لازم يفضل جوانا أمل ويقين، ونفضل مستنيين الحاجة الحلوة الجاية، وهتيجي بإذن الله. القناة دي اتعملت عشان تكون مكان الأمان والصدق لكل واحد فينا، مكان تحكي فيه وتسمع فيه قصص تمس قلبك وتديلك أمل جديد في الحياة. لو عندك قصة نفسك تحكيها وتبقى أنت بطل الحكاية، ابعتها لينا واحنا هنحكيها للناس ونشوف رأيهم في التعليقات. تقدر تتواصل معانا على جروب الواتساب
ويلا بينا نبدأ ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوف أحداث قصتنا اللي جاية هتاخدنا لحد فين. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. فضلت شهرين في حيرة وقلق وانتظار في كل لحظة انه يكلمني واسمع صوته، وده من ساعة آخر مرة كلمني فيها بعد ما وصل البلد اللي هيشتغل فيها. أنا نوال، متجوزة من 4 سنين ومعايا بنت وولدين توأم. من وقت الخطوبة وأنا حاسة إن الإنسان ده مش بيحبني، بس كنت عايزة أتجوز وأترحم من جيراني اللي مش مبطلين كلام عليا وفي سيرتي بسبب إني وحيدة وعايشة لوحدي. كرهوني في نفسي وبسببهم عزلت المكان تاني، بس مع الوقت لقيت إن في ناس برضو بتتكلم عليا وعلى قعدتي لوحدي، ولقيت إن أي مكان هروحه هقابل فيه النوعية دي من الناس، خصوصا إني كنت مطلقة. اتطلقت بعد جوازي ب3 شهور بسبب إني اكتشفت إن الإنسان اللي اتجوزته مدمن ورافض كمان إنه يتعالج. اتحسبت عليا جوازة وأنا في عمر 20، وقعدت 5 سنين رافضة أكرر التجربة لحد ما كلام الناس وتصرفاتهم وبسطتهم ليا خلتني أوافق على جوزي ومفكرش كتير ولا تردد. كنت متخيلة إن بنقذ نفسي، خصوصا إن جوزي لما تقدم لي كان باين عليه إنه إنسان محترم ومناسب جدا ليا. مشكلتي مع إني ما كنتش بحس منه اهتمام أو أي بوادر للعاطفة طول فترة الخطوبة، وأنا حاسة إن هو بيهملني وما بيحبنيش. وللأسف اتجاهلت النقطة دي وقلت إننا لسه ما خدناش على بعض، وبعد الجواز هعرف أقربه ليا. وبعد ما اتجوزنا عرفت هو ليه رغم إنه مش حاسس بيا ولا مهتم، بس كان متمسك بالجوازة دي وعايز يكمل معايا. عرفت إنه كان خاطب قبلي 7 مرات وكلهم سابوه بسبب عصبيته وصوته العالي، وأي واحدة كان بيتقدم لها بترفضه مجرد ما تعرف إنه خطب كتير بالشكل ده. بس أنا ما قاليش وما كنتش أعرف. والدته فضلت تترجاني أتغاضى عن الموضوع ده وانسى، وتقنعني إنه هو بيحبني، بس هو طبعه كان صعب قوي ومش بيبين اللي جواه. رديت بحياتي وحاولت فعلا أنسى وأحاول أغير منه ومن عصبيته اللي كانت على أتفه الأسباب، واللي ساعات بتكون من غير سبب أصلا. بس أكتر شيء كان بيوجعني ويقهرني إنه يعايرني كتير إنه خدني متطلقة، وإنه هو ما كانش سبق ليه الجواز قبل كده، ولما عيط واطلب الطلاق يعتذر مني ويقولي خلاص حقك عليا وسامحيني. بس حتى اعتذاره كان باهت وجاف ومن غير نفس، وعشان كنت خايفة اتطلق للمرة التانية وارجع اعاني من العيشة لوحدي كملت واستحملت. اكتر شيء كنت بلوم نفسي عليه ان حبيته بجد، وكنت بسأل نفسي كتير ده يتحب فيه ايه. ولما خلفت كنت متخيلة انه هيتغير، ما هو مش معقولة لما يشوف حتة منه قصاد عينيه وبتجري قدامه قلبه مش هيرق ويلين. لكن للأسف ده برضه ما حصلش. كان جاف معايا جدا من أول ما عرف إني حامل لحد بعد الولادة، بيتعامل كأنه عايش لوحده. شكيت إنه يكون بيحب واحدة تانية، بقيت غصب عني بفتح تليفونه من وراه رغم إني رافضة اللي بعمله، بس كنت هتجنن وأعرف ماله. الغريب إن ما لقيتش أي حاجة، ده يمكن تعامله مع التليفون مش أكتر من مكالمات شغل مدتها مش أكتر من 5 دقايق. طب يكون في إيه؟ يا ترى إيه اللي جواه؟ وليه مشاعره بالشكل ده من ناحيتي؟ فضلت مشغولة طول الوقت بتصرفاته معايا، وهمي الأول أخليه يحبني ويحب بنته اللي بيعملها كأنها غريبة عنه. ولما حملت بعد 2 وجبت توأم كان نفس الحال وما اتغيرش. اللي اتغير بس إنه بيبعد عني أكتر، وكل اللي بقى بيني وبينه هي مصاريف البيت والولاد وبس. ولما حصل مشاكل في شغله وسابه استغلت الفرصة ووقفت جنبه وبقيت بسنده وبدعمه نفسيا طول الوقت. كنت ببيع من دهبي عشان أصرف على البيت وكنت راضية. في يوم عرفت إنه محتاج مبلغ كبير عشان في فرصة شغل برا مصر وخسارة تضيع منه. لقيته مخنوق ومهموم ومتعصب إنه مش معاه المبلغ ده، وإن دي فرصة العمر اللي بيحلم بيها من زمان. ورغم إني ما كنتش حابة إنه يسافر ويسيبنا، لكن ما قدرتش أشوفه بالشكل ده واسكت، وقلت له إن هبيع باقي دهبي، ولو الفلوس لسه ناقصة هبيع أي حاجة من العفش. وهو ما كانش في دماغه غير إنه يسافر وبس.
وفعلا نفذت اللي قلته، بعت كل شيء عشان يسافر. كنت بحلم وبتمنى ان بعد وقفتي معاه دي هبدأ ادخل قلبه واكسبه، بس كل اللي كسبته منه مكالمة تليفون بعد ما سافر بيومين بيعرفني فيها انه وصل والدنيا تمام. وبعد كده كله تواصله معايا كان رسايل بسيطة، وحذرني احاول اتصل بيه لانه بيكون طول الوقت في الشغل ومش هيعرف يرد عليا وهقلقه. وعدى شهرين والحال زي ما هو، كل كام يوم بيبعتلي رسالة كام كلمة يطمن ان اهله وولاده بخير ويقفل، ولا مرة سأل عني ولا عن اي شيء يخصني. يبعت المصاريف ودي بقت كل علاقته بينا. كنت بعيط واسهر طول الليل افكر انا ناقصني ايه عشان يعملني كده، لحد ما في يوم صحيت على رسالة منه. كانت اطول رسالة بعتها بيقولي فيها من غير دخول في اي مناقشة وجدال كتير انا مش فاضيله، انا مش هرجع تاني، مصاريف البيت والولاد هتتبعتلك كل شهر، وانت يا بنت الناس لو عايزة تتطلقي فبراحتك، ولو عايزة تكملي يبقى كل اللي بينا الولاد ومصاريفهم وبس، اكتر من كده ملكيش عندي. انا صارحتك بالحقيقة وهسيبلك الاختيار. اتجمدت وانا بقرا كل كلمة، ما كنتش مستنية ده ابدا، ودخلت في حالة انهيار واكتئاب شديد لشهور. رفضت فيهم اي تواصل معاه او حتى رسالة. كرامتي كانت بتخليني اوقات كتير افكر في الطلاق، لكن بعد الخلفة ووجع القلب اللي عشته معاه طول الفترة اللي فاتت، صحتي مش هتساعدني اخد قرار الطلاق واستغنى عنه واشتغل واصرف على نفسي وولادي. ده غير ان فكرة ان ارجع واعيش من غير حد يحميني من كلام الناس بقت فكرة مرعبة بالنسبة لي، ومش هقدر اكرر تجربة الجواز لتالت مرة واجيب زوج ام لأولادي. وغصب عني فضلت على ذمته، بس رفضت اتواصل معاه بأي شكل من الأشكال. وبعد شهور كتير قررت ابعتله رسالة أخيرة فيهم كلمتين وبس، وقلتله مش مسامحاك، وعملتله بلوك تاني، وكملت حياتي مع أولادي، وحطيت كل همي في تربيتهم ورعايتهم، وهم ما كانوش بيسألوا عنه كتير بسبب معاملته الجافة معاهم، من غير حتى ما يسافر ويسيبهم وهو كان بيعاملهم بمنتهى الجفا. تقريبا ما بقوش فاكرينه، ولأنه كمان ما حاولش ولا مرة يستغل أجازته وينزل مصر يشوفهم. لما عرفت بعد سنة انه اتجوز، حاولت بكل طاقتي اداري وجعي واكمل في طريقي وانساه بجد. حاولت والحمد لله وبفضل الله قدرت انساه، ومع الوقت اخباره ما بقتش تهمني ولا مهتم اعرفها، وكنت بحمد ربنا انه نزعه من قلبي وافكاري عشان ما تعذبش اكتر من كده، وفوق لنفسي ولولادي. ربيت ولادي ورعيتهم، واللي لاحظته كل الناس بعد 5 سنين من سفر جوزي اني اهتميت بنفسي اخيرا، وشكلي صغر وحلويت عن الاول كتير، وصحتي اتحسنت بعد ما كنت ما بقدرش اقف اكتر من 5 دقايق على رجلي. ورغم كده اخترت اني افضل مكملة ومطلبش الطلاق وهدد استقرار ولادي النفسي على الاقل. مرت الايام والسنين وولادي كبروا ودخلوا الجامعة، وكنت فتحت مشروع صغير من فترة وبحضر اكلات من بيتي وابعتها توصيل، وكبر مع الوقت لحد ما حققت حلمي وقدرت افتح مطعم صغير. بس ربنا كان فاتحها عليا من وسع، والمطعم الصغير في ظرف 3 سنين بقى اشهر مطعم في المنطقة عندنا. كنت حرفيا لاغياه من حياتي، بقى بالنسبة لي مجرد ذكرى. زوج سابني في عز شبابي من اكتر من 20 سنة وما سألش فيا من بعدها. كنت سعيدة ومستقرة جدا بحياتي، حياتي اللي بنيتها بعيد عنه وعن فلوسه اللي يدوب كانت بتقضي المصاريف الولاد وبس، رغم ان المفروض بحكم سفره يبعت لهم اللي يكفيهم وزيادة، لكن كان بيبعت يدوب اللي يكفي مصاريف الاكل والشرب والمدارس. بس انا ما كنتش مخلية ولادي ناقصهم اي شيء، كفاية حرمانهم من ابوهم وقلة وجوده في حياتهم. وكانت حياتي انا وولادي مستقرة جدا وعايشين مبسوطين، لحد ما في ليلة وبعد اذان الفجر بالظبط لقيت جرس الباب بيرن. كنت اتوضيت ولسه هصلي الفجر لحد ما سمعت الجرس، خفت وجريت اشوف مين اللي بيخبط علينا في الوقت ده. بس ابني سبقني وقال لي ما تفتحيش يا ماما، انا هفتح واشوف مين. كنت بترعش وخايفة، ما انا مش متعودة حد يرن في الوقت ده خالص. ولما ابني فتح الباب لقيت قدامي اخر حد كنت متوقعة ان اشوفه. صدمتي عشان ما كنتش متخيلة انه يرجع بعد السنين دي كلها، بعد ما كان رافض انه يرجع. واتصدمت اكتر انه حتى مصبرش للصبح وجالنا في وقت زي ده.
وكمان الصدمة الأكبر لما شفت في إيده عصاية بيتسند عليها وكأنه اتصاب في رجله. بصتي ليه كانت مليانة صدمة بس بعد ما استوعبت حسيت بجفا شديد، وده بان عليا جدا. وولادي جم واحد ورا واحد بيسلموا عليه، بس هو كان عينه عليا طول الوقت ونظرته كانت مليانة كسرة وندم. مش هو ده الإنسان اللي الجبروت كان مالي قلبه وعينه، ده كأن الحال اتشقلب وبقى هو اللي زي زمان، وأنا اللي بقيت جافية وقاسية زيه. كل اللي قدرت أعمله إنه قلتله اتفضل في الصالون مع الولاد. عملته كأنه فعلا غريب، وولادي كانوا مبتسمين حواليه بس مش فرحة ولاد برجوع أبوهم أبدا، رغم إن بعدهم عن مشاكلي معاه وما حاولتش أبدا أقسيهم عليه. سبتهم معاه ورحت أعمل عصير وحضر الفطار. بعد ما بنتي جت ساعدتني، خدت الأطباق عشان تحطها على السفرة ويفطروا مع أبوهم لأول مرة بعد حوالي 22 سنة. رجعت أوضتي وحضرت نفسي عشان أنزل شغلي، وولادي جولي وترجوني منزلش الشغل النهاردة، خصوصا إن أبوهم كل شوية يسأل عني. بس صممت ونزلت شغلي وسبتهم. هو من سنين كتير اللي شرط، وأنا دلوقتي بنفذ كلامه وما بقاش بينا غير الولاد ومصاريفهم، مش أكتر من كده. بعد الظهر بعتلهم وأنا في المطعم وجبة غدا كبيرة جدا وفيها كل ملذة وطوق، بس الحقيقة طول الوقت كنت بفكر في اللي حصل ومش مركزة في الشغل ومش عارفة الأيام الجاية هيحصل فيها إيه، خصوصا إن في حاجة مهمة يمكن تفهمكم سبب خوفي وقلقي. والدة جوزي توفت من كام سنة، ووالده أصلا كان متوفي من قبل ما اتجوزه، واخواته كل واحد فيهم شاف حياته وسكن في مكان غير التاني بعيد عننا جدا. أكيد في حالته الصحية اللي شفتها دي مش هينفع يروح لواحد فيهم، ولا هينفع يعيش لوحده في بيت والده ووالدته اللي في نفس الشارع اللي كنت ساكنة فيه. ما تنسوش إن لسه مراته، يعني بكل القوانين والأعراف اللي في الدنيا المفروض يقعد مع ولاده ومراته بصرف النظر عن اللي حصل ما بينهم. وده شيء ما كنتش قادرة أتخيله خالص. مجرد ما بص في وشه بحس بقبضة وإني مخنوقة ومش قادرة حتى أتكلم معاه كلمتين على بعض. ورجعت البيت متأخرة عن معادي بقصد، ولما رجعت لقيت ولادي التوأم خرجوا لكورساتهم وبنتي قاعدة مع أبوها بتتكلم معاه. رميت السلام من بعيد ودخلت أوضتي، وحسيت بخنقة شديدة من وجوده. بقيت حاسة فعلا إنه غريب ومش عارفة أخد راحتي في بيتي وهو موجود. أنا مش وحشة ولا قاسية والله، بس هو اللي وصلني لكده. بنتي دخلت لي بعد شوية والدموع في عينيها وبتقولي بابا عايز يقعد معاك يا ماما ويصالحك. بابا حالته بقت صعبة قوي واتبهدل كتير في الغربة عشاننا، وخسر كل حاجة عشان يرجع. بصيت لها والغضب ملأ قلبي وقلت لها يصالحني؟ هي كانت كلمة زعلتني وجاي يصالحني؟ قولي لابوكي ان ما بقاش في كلام ما بينا، ووقت الكلام خلص وانتهى من سنين، وظن ده كان من اللي عايزه زمان. جاي دلوقتي يصالحني؟ روحي اقعدي وافرحي يا حبيبتي برجوع ابوكي زي ما تحبي، عمري ما همنعك عنه، لكن انا يعتبرني مش موجودة زي ما انا بعمل كده بالظبط، وده ما فيهوش نقاش تاني خالص. بنتي فضلت تعيط وكنت عذراها، هو ابوها برضه غصب عنها هتحن ليه وهتسامحه بمجرد ما يطبطب عليها ويقول لها كلمتين حلوين. لكن اللي ضاع من عمري وانا لوحدي بربي ولادي عمري ما هسامحه عليه ابدا. وبعد ما ولادي رجعوا البيت فضلوا برضه معاه، قدر يكسبهم في كام ساعة قعدوا معاه فيهم. ما كنتش مستغربة ولا حتى زعلانة، كل اللي مضايقني اني حاسة بخنقة شديدة طول ما هو قاعد هنا، وفي نفس الوقت مش قادرة اقوله يمشي، ده بيته ودول ولاده، وهو فعلا ما بقاش تقريبا ليه حد غيرنا. واستمر الحال على كده لمدة شهر. كان فعلا محترم رغبتي وما فرضش عليا الكلام او التعامل، لكن كنت بشوفه قاعد لوحده كتير وبيبكي. رغم اني ساعات كنت بشفق على حالته، لكن ده ما نزعش من قلبي اللي عشت سنين فيه. والله حاولت ارجع عبيطة وساذجة زي زمان واعفو عنه واسامح، لكن فعلا ما قدرتش نهائي. ما كنتش عايزة اعمل ازمة لاولادي ونخلص عليهم فرحتهم بلم الشمل مع ابوهم من تاني. وفي يوم وانا راجعة من الشغل كان ولادي كلهم بره، وهو بس اللي قاعد في الصالة لوحده. بمجرد ما دخلت ولقيت ولادي مش هنا، حسيت احساس غريب قوي. ايه الانسان ده بقى فعلا غريب عني، مش مجرد زعل او قسوة، الحكاية بقت اعقد من كده بكتير. وهنا لقيته بيخبط عليا وعايز نتكلم. خرجت وانا الاول مرة مستعدة اتكلم معاه، ولقيته بيقول بكسرة ودموع انا عارف اني قسيت كتير قوي وبعدت سنين عنكم،
اتجوزت وكنت متخيل ان لقيت اللي انا عايزها، لكن مع الوقت عرفت قيمتك وانك اكتر انسانة بعد امي حبتني واتقت ربنا فيا. انا كنت عايز ارجع من زمان لكن ما عرفتش. اللي اتجوزتها كانت بنت راجل مهم وغني قوي، لو بس فكرت ان اسيب بنته كان ممكن يعمل اي شيء وينتقم مني. صبرت على عجرفتها هي واهلها وغرورهم، كنت مكسوفة اكلمك وعارف اني ظلمتك. ما كنتش عايز غير اني ارجع لمراتي واولادي من تاني، ويوم ما قررت ارجع كان عشان ما قدرتش تستحملني في ازمتي بعد ما عملت حادثة ورجلي اتكسرت. وقررت ارجع وسابوني، بس خدوا مني كل شيء ورجعت زي ما سافرت. سبته يتكلم ويفضفض، ما حسيتش بأي شماتة ولا حتى شفقة، ما حسيتش بأي حاجة خالص. فضل يعتذر كتير قوي ويترجاني، وقلت له قراري النهائي اللي حسيت ساعتها ان ده افضل حل للجميع. صدقني ما بقاش في حاجة جوايا من ناحيتك، ولا زعل ولا حتى مشاعر. لو عايزنا سامح فاعتبرني مسامحاك، انما لو عايزنا نرجع زي زمان فده مستحيل. مش لاني لسه زعلانة منك، لا، لاني مش عايزة ارجع فعلا. انا رافضة اننا نرجع وطالبة الطلاق. وشه اتقلب من الصدمة وحسيت اني كسرته قوي، بس كملت وقلت له ايه اللي خلاني رافضة الطلاق زمان؟ اني كنت صغيرة في السن وولادي صغيرين ومحدش كان هيسيبني في حالي. خفت عليهم وصبرت واستحملت، وقلت هكون على ذمة راجل يحميني من لسان الناس حتى لو ما كانش ليه وجود في حياتي. بس النهاردة أنا كبرت وولادي كبروا وقادرين يحموني من أي حد ويبقوا سندي وونسي. أنا مش هقولك امشي من بيتك، أنا اللي همشي، بس مش هبعد كتير عشان ما حيرش ولادي ما بينا. أنا عرفت إن الشقة اللي قصادنا بتتباع وقررت أشتريها وأسكن فيها لأني هرتاح كده أكتر، وولادنا كده مش هيحتاروا ما بينا. أرجوك ما تزعلش، أنا حابة تبقى علاقتنا طيبة ببعض عشان خاطر الولاد، لكن أكتر من كده مش هقدر. دموعه نزلت وفضل يبكي كتير قوي بندم وكسرة وقهر. وبنتي جت فجأة ولقيت أبوها كده، عرفت اللي قلتهوله وترجتني أغير قراري، بس صممت إن كل واحد يدور على مصلحته وراحته، خصوصا إن محدش فكر فيا ولا في راحتي. يبقى ليه أنا ما دورش على راحتي أنا كمان وراحة بالي؟ ولادي كلهم ما كانوش موافقين على قراري، بس أنا صممت بكل قوتي. وأبوهم حالته النفسية اتدهورت أكتر وأثرت على صحته واتنقل للمستشفى للأسف. ودموع ولادي وحالتهم النفسية وكلامهم ووجعهم على أبوهم خلاني حسيت بالذنب في قراري، وجولي وصمموا إن أرجع لأبوهم وسامح ونلم الشمل من تاني ونستقر كلنا. بس أنا فعلا مش عايزة أرجع له، مش قادرة والله. أنا النهاردة جاي أحكي لكم مشكلتي وأخد رأيكم أعمل إيه، وإيه الحل اللي يرضي جميع الأطراف وما يضغطش عليا وعلى نفسيتي ولا يضغط على ولادي ويوجعهم. أنا حقيقي محتارة ومش عارفة أعمل إيه، أرجوكم انصحوني لوجه الله. أنا كنت فاكر إن محظوظ قوي بيكي. إزاي طلعت بالبشاعة دي؟ إزاي طلعت كنت مخدوع فيكي قوي كده؟ إزاي قدرتي تخدعيني بالشكل ده وأنا معرفش؟ هو أنت حقيقي بتلومني؟ أنت المفروض تلوم نفسك. ما أنا قلتلك ما ينفعش إنها تبقى موجودة في حياتنا، لأنها أكيد هتدمر حياتنا، وأنت ما سمعتش كلامي. واللي حصل اهو ان حياتنا بتتدمر وانت واقف بتلومني على حاجة انا ماليش اصلا ذنب فيها. ازاي مالكيش ذنب فيها؟ هو انت للدرجة دي ما عندكيش عقل تفكري بيه؟ انت كل الذنب عليك لوحدك، واكبر ذنب عندك ان ما عندكيش ولا قلب ولا رحمة ولا عندك ريحة الانسانية. طالما انت شايف كده يبقى يا انا يا هي، ولازم تختار، وده اخر حل عندي. اصل الحياة لازم يا تبقى ابيض يا اسود، ما ينفعش يبقى فيه لون رمادي. شوف قرارك ايه، بس يا ريت تفكر صح عشان ما تندمش. انا نادر كنت بحب بنت معايا في الكلية، واتخطبت انا وهي لمدة 3 سنين، وقبل جوازنا والدتي ووالدي عملوا حادثة وفرقوا الحياة، وفضلت انا واختي اللي ما كانش ليها غيري ولا انا كان ليا غيرها في الدنيا. ومن الوقت ده حياتي اتقلبت وبدأت خطيبتي تظهر على حقيقتها. أنا عايزك يا منى بقى ما تفكريش في أي حاجة خالص غير في مذاكرتك وبس. أنا عايزك تجيبي درجات كويسة في الكلية عشان تعرفي تتوظفي في أي وظيفة تحلمي بيها. ردت عليه منى أخته وقالت له إزاي بس عايزني أفكر في المذاكرة مش أكتر؟ أنا مش قادر أصدق إن ماما وبابا ضاعوا مننا في لحظة.
وكمان انت فاضل شهور بس على جوازك، هلاقي نفسي لوحدي، يبقى ازاي عايزني ما افكرش غير في المذاكرة وبس؟ هو انت يا عبيطة مفكراني ممكن اسيبك لوحدك؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. انا فكرت واخدت قراري خلاص، انت هتفضلي عايشة معايا لحد ما اسلمك لعريسك بايدي، ومش هقبل بغير كده ابدا. مش عارفة يا نادر، بس أنا خايفة خطيبتك ما تقبلش بكده. يعني كل واحدة بتبقى عايزة تبقى براحتها في بيتها، وأنا مش عايزة أعمل مشاكل ما بينكم. أنا عارفة أنت بتحبها قد إيه، وعشان أنا بحبها قوي فأنا واثق فيها قوي، وعارف إن هي أول واحدة هتدعمني في قراري. ده أنا لسه ما كلمتهاش لإني واثق فيها وواثق من موافقتها، ومش عايزك تحطي أي حاجة في دماغك. وحتى يا ستي لو هي رفضت فأنا مستعدة أبيع الدنيا كلها عشانك. وفعلا رحت زيارة لخطيبتي سهام، لأن كان بقالي حوالي 3 شهور وما رحت لهاش من يوم وفاة بابا وماما، وما حبيتش إن أخبي عليها حاجة. إحنا كنا متعودين على كده، ما حدش فينا يخبي حاجة على التاني. وعشان كده قررت أكلمها في اللي أنا نويت عليه، وكنت واثق من موافقتها. ردت عليه سهام وقالت له: بقى كده 3 شهور ما تسألش عليا؟ ده أنا قلت إنك نسيت إنك خاطب أصلا، ولا كنت بتجيلي ولا بتسأل فيا. وحتى لو كنت بتصل عليك بالتليفون كنت بتكلمني كلمتين وتقفل، كأنك خلاص مش عايزني في حياتك. هو أنت شايف لك شوفة تانية ولا إيه؟ شايف إيه بس؟ هو انت يعني مش عارفة اللي انا كنت فيه؟ هو انت فاكرة ان حاجة سهلة ان امي وابويا يروحوا مني هما الاتنين في يوم واحد؟ انت ما تعرفيش انا اعصابي كانت تعبانة قد ايه، وما كنتش قادر اتكلم. فجأة كده كل حاجة اتكركبت فوق دماغي، ولقيت نفسي لوحدي ومفيش غير اختي الصغيرة اللي هي مسؤولة مني. كنت منتظرة مني ايه؟ تبقى حالتي عاملة ازاي؟ يا حبيبي أنا مش بقول إنك مقصر ولا حاجة، أنا بس كان نفسي أبقى جنبك في الظروف دي، وإنت ما كنتش مديني فرصة حتى. بس خلاص، أنا مش زعلانة منك، أنا مقدرة اللي إنت كنت فيه. وعلى فكرة، لو عايز تأجل الجواز أنا ما عنديش مانع، ولو إني هزعل قوي، يعني إحنا مخطوبين بقالنا 3 سنين. لا طبعا، نأجل الجواز ايه؟ انا كنت حتى لسه بتكلم مع منى اختي في الموضوع ده، واتفقت معاها ان احنا هنتجوز وانها هتقعد معانا في البيت. هو انت غايب 3 شهور عشان لما ترجع تهزر معايا الهزار السخيف ده؟ دي اختك مين دي اللي تقعد معانا في البيت؟ يعني انا هبقى عروسة وبدل ما افرح بشقتي جايب لي واحدة تقعد معايا فيها؟ واحدة مين اللي انت بتتكلمي عليها؟ هو انا بقولك هتجوز عليكي؟ ده انا بقولك اختي اللي ملهاش في الدنيا غيري، واللي مش هينفع اسيبها لوحدها مهما حصل. لا، وانا مش هقبل ان هي تقعد معايا في شقتي. انا من حق اقعد في بيتي لوحدي. انا ايه اللي يخليني استقبلها عندي؟ ما تقعد في شقة باباك ومامتك، وفي كل الاحوال احنا مش بعيد عنها، دي الشقة في وش الشقة. هتفرق ايه يعني انها بدل ما هي قاعدة في شقة باباك تتنقل في شقتنا؟ ايه اللي فرق ما بينهم؟ حيطة واحدة بس. انا معرفش انام غير وهي في الأوضة اللي جنبي عشان ابقى مطمن عليها، ولكن افرضي وانا نايم في الشقة حصل لها حاجة وملحقتهاش، وبعدين اعتبريها يا ستي مكسب لينا، نفتح الشقتين على بعض، الشقة هتبقى واسعة زي ما كنت بتحلمي، واختي تبقى معانا، يعني يبقى اللي انت عايزاه حصل، وفي نفس الوقت ابقى مطمن عليها. لا يمكن اقبل بكده ابدا، لو مش هتجوز خالص. هو في ايه بالظبط؟ بقى انا مستنياك دلوقتي اكتر من 3 سنين على ما تجهز الشقة ونتجوز، ومش كفاية ان انا قبلت شقة جنب اهلك اصلا؟ دلوقتي كمان جاي تقول لي اختك كمان هتقعد معانا فيها؟ ده يبقى بلاش منها الجوازة كلها. براحتك اللي انت عايزاه، لكن انا عايزك تعرفي حاجة واحدة بس، انا مش هتخلى عن اختي ابدا. ولو انت عايزة تفشكلي الجوازة يبقى براحتك، ابقى اتصلي بيا وعرفيني انت نويتي على ايه، وانا معاكي في اي حاجة انت ناوية عليها. وسابها ومشي، وقعدت سهام تعيط، ودخلت مامتها عليها وحكت لها سهام على كل اللي حصل. ردت عليها والدة سهام وقالت لها: أنا شايفة إن نادر عنده حق، انتي ايه اللي يخليكي تتجوزي في شقة 2 وصالة ومطبخ وحمام وبس؟
لما ممكن تفتحي شقة حماتك وحماكي هي كمان وتخليها في شقتك وتبقى عندك شقة واسعة تقعدي فيها براحتك، وهي سنة ولا 2 وهتتجوز وتبقى انت اللي فزتي بالشقتين. هو انت ما بتفكريش بعقلك ابدا؟ يا ماما انا مش عايزة حد يقعد معايا، انا عايزة ابقى براحتي. هو انا كنت بتخطب لمدة 3 سنين عشان في الاخر اقعد مع اخته في البيت والاقي واحدة تتشارك معايا في بيتي وفي عفشي؟ انا لا يمكن اقبل كده ابدا. والله انت حرة، في الاخر دي حياتك وانا مش هتدخل فيها، لكن انا شايفة ان خطيبك عنده حق. ما ينفعش يسيب اخته البنت لوحدها، لازم يكبر في نظرك بعد القرار ده، مش تقرري تسيبيه. وكمان عايزة تفسخي الخطوبة بعد 3 سنين، فكري بعقلك عشان ما تندميش يا بنتي. وسابتها مامتها تفكر وخرجت. وفي الوقت ده روح نادر البيت، وكان قاعد لوحده مش مصدق ان سهام خلفت ظنه ومش عايزة اخته تقعد معاهم. وعشان منى عارفاه كويس حست ان هو متضايق وقربت منه عشان تفهم منه في ايه بالظبط. اول مرة اشوفك جاي من عند سهام ومتضايق بالشكل ده. هي ما وافقتش ان اقعد معاكوا في البيت، مش كده ولا انا غلطانة؟ شكلك بيقول كده يا حبيبي. بصراحة رفضت، بتقول إن هي من حقها تقعد في شقة لوحدها، وإن هي ما صبرتش 3 سنين علشان في الآخر حد يشاركها في البيت، وقالت مش هتوافق لو الموضوع مش هيتم خالص، وأنا قررت أفسخ الخطوبة بتاعتي منها. اهدى بس يا نادر، خطوبة ايه اللي انت عايز تفسخها؟ ما ينفعش اللي انت بتقوله ده خالص، الأمور ما بتتاخدش بالشكل ده. وبعدين من الآخر كده هي عندها حق جدا، كل واحدة فينا بتتمنى انها تعيش في بيتها ويبقى مملكتها لوحدها، ولكن ان الواحدة فينا تتجوز وتلاقي حد يشاركها في بيتها من اول يوم كمان مش هينفع ابدا. وانا مش هينفع اسيبك لوحدك، وده امر غير مطروح بالنسبة لي، فمهما تتكلمي انا مش هوافق ان اسيبك لوحدك هنا. انت صحيح هتبقي في الشقة اللي قصادي، بس انا مضمنش يحصل لك ايه بالليل وانا مش موجود. افرضي لا قدر الله تعبتي او حصلت لك حاجه احتجتيني فيها، ابقى معاكي في نفس الشقه وفي نفس المكان، مش يبقى بيفصل ما بيننا حيطان. على ما تفكري تخرجي وتخبطي عليا يا عالم يكون ايه اللي حصل. طب في حل كويس هيرضيك وهيرضي سهام في نفس الوقت، بدل ما يبقى كل واحد فينا في شقة او اروح اقعد معاكم في نفس الشقة، احنا نفتح الشقتين على بعض. ايه رأيك في كده؟ قلت لها الحكاية دي وهي ما وافقتش، وانا فكرت في الموضوع ده قبلك وكنت مفكر ان الموضوع ده هيرضيها، لكن هي رافضة الفكرة اصلا. لا يا حبيبي اسمعني، ما هو احنا مش هنفتحها بالشكل اللي في بالك انهم يبقوا شقة واحدة، لكن احنا هنعمل باب شكله شيك قوي كده يبقى ما بين الشقتين، هيبقى كويس في انك تقدر تيجي تطمن عليا في اي وقت، وفي نفس الوقت يبقى عندكم شقتكم المستقلة بدون ما ضايقكم خالص. والله دي فكرة ممتازة قوي، أنا مش عارف إزاي ما قدرتش أفكر فيها، بس أقولك على حاجة، أنا هسيبها برضو تفكر وتاخد قرارها، ولما تهدى وتفكر أبقى أقول لها على فكرتك. وفضل حوالي أسبوع ما يتكلمش ولا هو ولا سهام، لحد ما اتصل عليها عشان يعرف قرارها إيه ويبلغها بالكلام اللي أخته قالته. وفعلا هي وافقت على الاقتراح ده، لكن ان الشقتين يتفتحوا على بعض ولكن بدون باب عشان تبقى الشقة كلها بتاعتها. وفعلا اتجوزوا، وكانت بتعامل منى احسن معاملة، او نادر كان فاكر كده. هو انت ان شاء الله بتطلعي هدوم ولابسة ومتشيكة كده وناوية تروحي على فين؟ هو انت خارجة رايحة في حتة وانا معرفش ولا ايه؟ ايه يا سهام الاسلوب اللي بتتكلمي بيه ده؟ انت بتتكلمي معايا كأنك بتحققي، وبعدين هروح فين يعني؟ ما انت عارفة ان انا ورايا كلية. لا مفيش كلية ولا في محاضرات النهاردة، انت النهاردة هتقعدي عشان تساعديني في تنفيذ الشقة، ولا انت مفكرة ان انا الخدامة الفلبينية اللي جابها لك اخوكي وهخدمك وانت تقعدي تروحي الكلية وتذاكري وترتاحي؟ مش هينفع اقعد، انا ورايا محاضرات مهمة النهاردة، خلي التنفيذ ده في يوم تاني وانا بقى اعمل لك اللي انت عايزاه، مش لازم النهاردة يعني يا سهام. اللي انا بقوله يتسمع بدل ما امسكلك
كتبك دي واقطعها لك وارميها لك كمان في الشارع. هو انت مفكره ان انا باخد رايك ولا ايه يا حبيبتي؟ انا ببلغك بالقرار اللي انا خدته، ومش مطلوب منك غير انك تقولي حاضر وبس. انت فاهمه ولا لا؟ لا طبعا مش فاهمه. في ايه يا سهام؟ ومش هعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا مش بشتغل عندك هنا عشان تأمريني، ولو ما سكتيش وتعاملتي معايا بأدب انا هقول لنادر اخويا على الاسلوب بتاعك ده. انا كنت عارفة انك عايزة تخربي عليا من الاول، وكنت عارفة اني لما اتجوز اخوكي هتتسببي ان انا وهو نتطلق، رغم انك عارفة هو بيحبني قد ايه. ما كنتش اعرف انك انانية قوي كده، وان هو ضحى بسعادته عشانك وانت هتفسدي سعادته عليه. انت عايزة ايه بالظبط مني يا سهام؟ ده انت بتشغليني في البيت وما بتعمليش اي حاجة ولا بتتحركي من مكانك. دلوقتي عايزة تقعديني من الكلية كمان؟ طب اقولك على حاجة يا سهام، سيبيني اروح احضر المحاضرات واوعدك ان هعملك كل حاجة لما ارجع. يا اما تقعدي النهاردة من الكلية وتنفذي اللي انا قلتلك عليه، يا اما اخوكي هيرجع مش هيلاقيني في البيت وهتبقي انت السبب. قرري وشوفي انت ناوية على ايه، هتخربي بيت اخوكي اللي بيحبك واشتراكي، ولا هتعملي ايه بالظبط؟ وسابتها سهام ومشيت، وقعدت منى تعيط لانها ما كانتش عايزة تخرب على اخوها، لانها عارفة هو بيحب سهام قد ايه. وعشان كده قعدت من الكلية ونفضت البيت كله، وعلى ما اخوها رجع من الشغل كانت خلصت كل شغل البيت وخلصت الاكل كمان. وكان نادر ومنى قاعدين على السفرة وسهام كانت بتجيب الأكل. ردت منى وقالت: أنا هقوم أجيب الأكل أنا يا سهام، خليك انت قاعدة. هو على العموم يعني الأكل مغروف وكل حاجة جاهزة، يا دوبك هيتحول على السفرة بس. يا حبيبتي، ما أنا عارفة، ما أنا جهزت الأكل وبعد كده حطيته في الأطباق عشان ما كنتش قادرة أقف. أصلا أنا النهاردة يا نادر مسكت البيت كله نظفته وخليته زي الفل زي ما انت شايف كده، وبعد كده طبخت وعملت كل حاجة. ما خليتش منى تقوم من مطرحها، قاعدة مرتاحة على الكرسي طول النهار. قاعدة مرتاحة على الكرسي ازاي يعني؟ دي كان وراها محاضرات مهمة في الكلية وهي قايله لي كده. هو انت ما رحتيش كليتك ليه يا منى؟ انت ايه اللي مخليكي تقعدي النهارده بالشكل ده؟ انت عمرك ما عملتيها ولا اتأخرتي او غبتي عن محاضراتك ابدا. مفيش يا نادر، بس حسيت نفسي تعبانة شوية فقلت اريح النهارده في البيت، حاسة زي ما يكون عندي برد ومحتاجة انام شوية. ألف سلامة يا حبيبتي، أنا ممكن أخدك أوديكي للدكتور بعد الغدا عشان نكشف ونطمن عليكي. لا يا حبيبي، هو الموضوع مش مستاهل، أنا زي ما قلتلك هو الموضوع شوية برد مش أكتر. وبعد الغدا دخلت منى أوضتها عشان ترتاح، كانت متغاظة جدا من اللي سهام بتعمله وعشان كسبت على أخوها بسببها، بس هي ما كانتش عايزة تعمل مشاكل ما بينه وما بين سهام، واتكررت مواضيع كتير من دي. وفي مرة دخلت منى أوضتها لقيت سهام فاتحة دولابها وبتدور في حاجتها. انت بتعملي ايه في الأوضة بتاعتي يا سهام؟ على فكرة انا ما بحبش حد يدور في حاجتي الشخصية. يا حبيبتي انا ما حدش هنا له حاجة شخصية عليا، انا بشوف يمكن الاقي عندك حاجة تعجبني، اصل بصراحة ذوقك زبالة قوي، مفيش اي حاجة عندك حلوة. والله ذوقي عاجبني، انا ما طلبتش منك تلبسي مني، وممنوع تدخلي اوضتي تاني ولا تقلبي في حاجتي، انت مش من حقك تعملي كده. وانت هتمنعيني بتاع ايه؟ اصلا انت فاكره انك تقدري تمنعيني ادخل اوضه موجوده في شقتي يا حبيبتي؟ انت ضيفه هنا والشقه دي شقتي والبيت بيتي، اوعي تفكري انك ليجي هنا صفه اكتر من اللي انا بديهالك. انت شقتك هناك، النص اللي انت واقفة فيه ده هو شقتي انا، مش معنى ان احنا فتحنا الاتنين على بعض يبقى خلاص تفتكر انك هتستولي على شقتي وعلى هدومي وعلى اوضتي وعلى حاجتي. ده انت اللي بتحلمي لو فكرتي ان هقبل انك تعملي كده، وحياتك انت مش هتقبلي، بس ده انت بكرة تترمي في الشارع
والبيت ده كله هيبقى بتاعي، ومن دلوقتي هو بتاعي أصلا. انتي هنا ضيفة مش أكتر ولا أقل، وعن قريب هنشوف واحد مجنون عشان يقبل يتجوزك. أصل اللي زيك لا يمكن واحد عاقل أبدا يتجوزها. والله لولا احتراما لأخويا نادر كنت عرفتك مقامك. اتفضلي اطلعي بره اوضتي، ولو شفتك هنا تاني هتشوفي مني تصرف مش هيعجبك. انا هعرفك مقامك، وهعرفك مين صاحبة البيت، وهعرفك اذا كنت هربيكي من اول وجديد ولا لأ، عشان شكل امك معرفتش تربيكي. ومنى سكتت كالعادة، مع انها سمعت امها وهي بتتشتم، وعلشان هي بتحترم اخوها اللي كان في شغله مش اكتر. واستمر الوضع على كده سنة كاملة، لحد ما في مرة كانت منى بتدور على الخاتم بتاع مامتها وما لقيتهوش، وفضلت تدور في كل حتة زي المجنونة، وبقت زعلانة وعمالة تعيط. ولما نادر اخوها وصل اتفاجئت بسهام وهي لابسة الخاتم. بص يا نادر يا حبيبي، الخاتم ده منى اديتهولي هدية، انا لبسته على طول اول ما اديتهولي، اصل هو عجبني قوي. بص جميل ازاي، هياكل من ايديا حتة، مش كده بالذمة؟ انت يا منى اللي اديتي لسهام الخاتم ده؟ دي حاجة غريبة قوي، ده الخاتم ده غالي عند منى قوي، لانه من ريحة المرحومة ماما، وعمرها ما كانت بتقلعه من ايديها ابدا. يبقى ازاي اديتهولك؟ انا مش فاهم بصراحة، بس على العموم هو جميل عليكي، طالما منى عايزة كده خلاص. لا انا مش عايزه كده، وما اديت لهاش حاجه. انا دخلت اغير هدومي واستحمى، وقلعت الخاتم في الاوضه بتاعتي، ورجعت ما لقيتهوش، وطول النهار عماله ادور عليه، ومفكراه ضاع مني، وكنت مفكره ان هو وقع في الكليه. ما كنتش اعرف ان مراتك هي اللي اخدته من ورايا. يعني ايه اخده من وراكي يا قليلة الادب؟ تقصدي ايه بالظبط بكلامك ده؟ تقصدي ان حراميه؟ شايف اختك وقله ادبها؟ قوم خد حقي واديها قلمين، وعرفها ان انا هنا ست البيت ده وصاحبته، وهي مجرد ضيفة هنا. ايوه انت حرامية، انا سبتك تشغليني في بيتي خدامة ليكي، وتقعديني ايام كتير من الكلية عشان اعمل كل حاجة، وانتي قاعدة مرتاحة، لكن لحد خاتم ماما، وانا مش هقبل كده ابدا، دي اسمها سرقة. انا مش حرامية يا قليلة الادب، واضح قوي انك مش متربية واهلك ما عرفوش يربوكي، بس انا بقى هعرف ادبك واربيكي من اول وجديد، ولو هم قصروا في تربيتك فانا موجودة، وهعرف ازاي اجبرك تحترميني وتسمعي كلامي. كفاية بقى، هو انت ايه عمالة تغلطي وانا سايبك من الصبح؟ هو انت واخدة الخاتم من وراها وكمان بتبجحي؟ ما انت عندك دهبك، هو انت كنت ناقصة دهب عشان تسرقي الخاتم؟ انت كمان بتقولي تسرقي؟ طب اعمل حسابك، من النهاردة اختك دي تطلع بره البيت، ويانا يا هي دلوقتي حالا لازم اختك تلم هدومها وتطلع بره البيت. تقعد فين ده ما يهمنيش، ان شاء الله حتى تقعد في الشارع. هو انتي فاكرة نفسك هتطرديني من بيتي وانا هسكت؟ خليكي في شقتك وانا هقعد في شقتي، وهاتي خاتم ماما، وممنوع اشوفك في الشقة بتاعتي تاني او في اي مكان يخصني. في الوقت ده راحت سهام ضربتها بالقلم على وشها وهي بتحاول تاخد الخاتم منها. نادر لما شافها كده اتجنن وراح واخد الخاتم منها بالعافية، وضربها نفس القلم اللي هي ضربته لأخته. انت بتضربني بالقلم عشان اختك؟ انا لا يمكن اقعد على ذمتك يوم واحد، انا غلطانة اني اتجوزتك اصلا وقبلت الوضع ده من البداية، ده جزائي ان انا مستحملها في بيتي بقالي سنة واكتر، بدل ما تقولولي كتر خيرك وتشيلها لي جميلة بتضربني علشانها وتعملوا كل ده عشان حتة خاتم. لو كنت طلبت خاتم كنت رحت جبتلك واحد زيه، لكن انك تسرقيه واعرف انك بتضيعي مستقبل اختي وبتخليها تقعد من الكلية بتاعتها، وكمان مشغلاها ليكي زي الخدامة، وكل ما اسألك تكدبي عليا وتقوليلي انك بتعامليها احسن معاملة، يبقى انا اللي مش عايزك. ولو هتخيريني ما بينك وما بين اختي يبقى انا هختار اختي، وانا اللي كسبان. افرح باختك، ومش كده وبس، ابقى خليها تشوف هتتصرف معاك ازاي لما ارفع عليك قواضي وابهدلك في المحاكم،
وعرفك إن خسارتي مش بالساهل وإنها هتقف بكتير قوي عليك. وسابتهم ومشيت، راحت عند مامتها، ولما حكت لمامتها على كل اللي حصل مامتها غلطتها وحاولت تصلح المواضيع ما بينهم، لكن كل واحد كان ماسك على موقفه. سهام كانت مصممة إنها مش هترجع غير لما منى تخرج من البيت بشكل نهائي، ونادر كان شايف إنه ما ينفعش يبيع أخته، وعشان كده اتفقوا في الآخر على الطلاق، وأخدت سهام كل حقوقها واتطلقت. نادر خسر زوجة لأن والدتها لكن كانت ما خسرش نفسه، فضيحة ومنى وكلام خاضت الناس نار قوي، لكن وكمان خرجت كانت بقلب عارفة إن أنضف بنتها من كل غلطانة. الذهب. أحيانا الخسارة ناس ما هي أول تعرفش خطوة تحب في طريق غير لما النجاة، تمتلك، وأحيانا ولما الطلاق تمتلك مش بتدمر، نهاية بيت، وفي لكن ناس بداية تحب خلاص. تصمت، لأن وتضحي اللي ما في وجع يعرفش الرحمة وتمشي ما وهي مكسورة يستاهلش بس يعيش في شريفة. قلب حد. وبكده تبقى انتهت قصتنا، وهستنى رأيكم في التعليقات. وبالنسبة للناس اللي أول مرة تتابعني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب دايما أشوفكم بخير. كلنا بندور على حاجة واحدة بس، إننا نبقى سعداء. وبعد تفكير وتحليل طويل، قناة حكايات وبنعيش جواها ووصلت للروجيتا السحرية، إننا طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا يقين وأمل، إن أحلى حب في حياتنا لسه ما عشناهوش، أحلى طعم لسه ما دقناهوش، أحلى مكان لسه ما رحناهوش، أحلى كلام لسه ما قلناهوش، وأحلى يوم لسه ما عشناهوش. لازم يفضل جوانا أمل ويقين، ونفضل مستنيين الحاجة الحلوة الجاية، وهتيجي بإذن الله. القناة دي اتعملت عشان تكون مكان الأمان والصدق لكل واحد فينا، مكان تحكي فيه وتسمع فيه قصص تمس قلبك وتديلك أمل جديد في الحياة. لو عندك قصة نفسك تحكيها وتبقى أنت بطل الحكاية، ابعتها لينا واحنا هنحكيها للناس ونشوف رأيهم في التعليقات. تقدر تتواصل معانا على جروب الواتساب. ويلا بينا نبدأ ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوف أحداث قصتنا اللي جاية هتاخدنا لحد فين. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.